السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين اللي جوه قلبي قاعدين ومربعين؟ تعالوا نشوف الحلويات الحلوة، الحاجات الحلوة ديت عملناها ازاي، واقول لكم البسكوت ال10 دقايق يطلع هش معاكي وجميل ازاي ودايب في البق. بصوا حاجة كده ولا في الخيال. كوبايتين دقيق بس انا عملت الكمية الجميلة دي. بصوا هش ازاي، هش وجميل والله، وطعمه بصوا احسن من اللي انتوا بتجيبوه من الافران. بصوا البسكوتيه عامله ازاي، بصوا ما شاء الله، بصوا ما شاء الله ما شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة انا استخدمت بيضتين بس من اللي هم حجمهم كبير شوية، بيضتين من اللي هم حجمهم كبير شوية. تروحي بتوع البيض، البورصة بتاعت البيض، وتقولوا انا عايزة بيضتين بس حجمهم كبير. وهنا كوباية سكر، لو مش عايزاه مسكر قوي حطي كوباية الا ربع. تمام. وكيس من الفانيليا، كيس من الفانيليا يا جماعة، ولو في فانيليا سايبة حط فانيليا سايلة. تمام. وهضرب ده كله في الخلاط لحد ما حبيبات السكر دي تختفي معايا خالص. يعني امسك العجينة اللي هتطلع من هنا ما يبقاش فيه حبيبات في ايديا خالص. ليه؟ لان حبيبات السكر دي هي اللي بتخلي العجينة تشقق او تفلق منك في الاخر. تمام. انا كده بضرب السكر مع البيض وكيس فانيليا عشان زفرة البيض. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده البسكوت هيطلع معاكي يا هش. احنا البسكوت بتاعنا بسكوت ال10 دقايق الموفر، بدون زبدة بدون سمنة. النهاردة هنستعمل كوباية الا ربع من الزيت، كوباية الا ربع من الزيت. طب ينفع ابدل الزيت بالسمنة؟ ينفع تبدلي الزيت بالسمنة او تبدليه بالزبدة، وهيبقى طبعا ليه حاجة تانية. بصوا انا كده جربت لقيت لسه فيه حبيبات من السكر، فهضربه تاني. تمام. هنا احنا قلنا ينفع نبدل الزيت بالسكر، الزيت بالزبدة او بالسمنة لو متوفر عندك. بس اللي مش متوفر عنده زيت وسمنة، يعني يعني مش هيفرح اولاده، لا هنفرح اولادنا برضو. وهنعمل لهم البسكوت الموفر بكوباية الا ربع من الزيت. مش هكدب عليكم يا بنات، والله انا عملته بزيت التومين، بس اهم حاجة زيت التومين ما يبقاش ليه ريحة عندكم. تمام. زيت التومين يا جماعة والله نضيف جدا. انا استعملت منه، خدت منه كوباية الا ربع وزودتها على الخليط ده، والله ما كانش فيه ريحة ولا اي حاجة. تمام. زيت التومين نضيف. تمام يا جماعة. انا خدت كوباية الا ربع اهوت من الزيت وهحطها على الخليط. تمام كده. وهحط كمان بشر برتقان. بشر البرتقان نسيت، اهو كنت هقفل ونسيت بشر البرتقان، وحطيت معلقه من بشر البرتقان او معلقه ونص. ده بيخلي ريحه البسكوت كده تحفه، كأنك حاطه برتقان في قلب الفرن. تمام كده اهو. تمام كده عملنا بشر البرتقان، وهنضرب بقى كويس جدا لحد ما الخليط ده يتماسك ده يعني يندمج كده مع بعضه. تمام. وبعد كده بقى هنحضر المكونات الجافة بتاعتنا. تمام. هقول لكم على المكونات الجافة، بس اهم حاجة في الخلطة ديت حبيبات السكر تختفي. تمام، ده اتفقنا عليه. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. صلوا على النبي كده في الكومنتات دي دايما بتسعد. كده انا خلصت الخليط اهوت، اشيل بس الخلاط. وكمان هنبدأ بقى نحضر المكونات الجافة بتاعتنا، اللي هي كوبايتين من الدقيق. كوباية دي يا بنات، كوباية دي كانت عاملة يعني اقل من ربع كيلو، دي كانت عاملة 8 كيلو بالظبط. يعني كوبايتين ربع كيلو، كوبايتين ربع كيلو وحاجة بسيطة، يعني ربع كيلو وحاجة بسيطة. تمام. فانا حطيت كوبايتين، وانا اعتبر خدت في الوصفة ديت كوبايتين وربع من الدقيق، لان كانت العجينة لسه فيها لينة شوية. حطيت كده يعني معلقتين كمان من الدقيق في الاخر. تمام كده انا استعملت كوبايتين من الدقيق، وكمان هعمل نص كوباية من النشا، عشان النشا بقى دي اللي بتخلي البسكوت كده هش كده ومقرمش معاكي كده لاخر بسكوت. تمام. هدي كده ركنت الدقيق اهوت، وهبدأ افتح كيس النشا واحط منه نص كوباية من النشا.
وطبعا هحط معلقة او معلقة او ربع بيكنج باودر، يعني نص الكيس بتاع البيكنج باودر. تمام اهو يا بنات بصوا، قلنا طبعا ان انتي تنخلي المكونات الجافة ده بيبقى احسن، عشان ايه اي تكتلات ما يبقاش فيه تكتلات في الايه في البسكوت او اي عجين، اي معجنات انتي بتعمليها. تمام بصوا هحط حوالي نص الكيس بتاع البيكنج باودر، بس نص الكيس بس، يعني حوالي معلقة. تمام وبعد كده انا خلصت المكونات الجافة، هديها بس تقليبة مع نفسيها كده، نقلب المكونات الجافة مع بعضيها. تمام وبعد كده هنزل بايه، هنزل بالخليط اللي احنا عملناه في الخلاط ده، اللي هو البيض والسكر والزيت والفانيليا وبشر البرتقال. هننزل بالخليط ده كله كده بقى على الدقيق. البسكوت يا جماعة ما بيتعجنش، البسكوت ما بيتعجنش. انا هظبط الكاميرا بس كده عشان البسكوت ما بيتعجنش. انا يا دوبك بس بلم المكونات دي، بلمها بس كده بالمعلقة او بايدي. تمام انا نزلت المكونات كلها. تمام وهنبدأ نلمها كده بالمعلقة، وطبعا انا بالمعلقة ديت يعني بس بتبدأي كده تلم الدقيق والحاجة دي، وبعد كده هنتعامل بايدينا. طبعا انا ما بعرفش اعجن بالجوانتات يا جماعة، انا جربت ان انا اعجن بالجوانتي بس ما بعرفش، ما عرفتش قبل كده يعني. فايدي بتبقى نظيفة، بغسل ايدي كويس وبعجن بيها عادي. انا هنا يا جماعه يا دوبك بلم العجينه، بس بلمها بس. بصوا انا بدات المها، واول ما بدات تتقل على المعلقه بدات الم بايديا. طبعا ايدي نضيفه مغسوله، هبدا الم بيها العجينه. احنا ما بنعجنش عشان العجينه ما يطلع لهاش، ما يبقى لهاش عرق تبقى بتمط معانا، لا مش هتبقى، مش عايزينها تمط، احنا عايزين عجينه آه حلوه كده، مش بتمط معانا ولا حاجه بتتقطع. ايوه احنا عايزينها اللي هي العجينه اللي بتتقطع معانا دي. تمام بصوا يا دوبك انا هلم المكونات بس كده، مش عايزه فيه دقيق، يعني هخفي الدقيق بس. بصوا انا بعجن، انا بلم المكونات. تمام اول ما الدقيق يختفي معايا والعجينه تبقى خلاص ما بتلزقش معايا، وما تخافيش اول ما تلاقيها بتلزق كده يعني ايه ما فيش. تمام اول ما تلاقيها بتلزق كده هنحط معلقه دقيق، يعني بص بقى الكوبايه الربع الكوبايه ده انا هحطه معلقه معلقه، يعني انا بس خدت يا دوبك حبه كده، قلت ايه همشيها كده ايه معلقه معلقه. تمام اول ما تبقى حلوه مظبوطه معايا العجينه مظبوطه معايا، اعرف امسكها في ايدي كده وما تلزقش، تبقى كده العجينه معاكي بقت تمام. تمام انا خلصت العجينه، بس طبعا عندي ولادي عايزينها بالكاكاو، عايزين البسكوت اللي هو البسكريم، زي البسكريم كده نص شوكولاته ونص ابيض. فانا قلت هقسم العجينه دي نصين، وحطيت في طبق، يعني مش نصين، انا حطيتها يا دوبك ربع العجينه، قول ربع، يعني قسمتها على 4/4 خدت ربع. تمام وحطيت عليها معلقتين من الكاكاو، ويا دوبك ايه رشة زيت كده، لقيت العجينة لسه مش راضية تشرب الكاكاو، فحطيت عليها ايه نقطتين زيت بس، كانوا في كوباية يعني ما جبتش زيت من بره، فكانوا في كوباية كده، فحطيت نقطتين زيت عليها وقشطة كده، كانت العجينة ايه تمام معايا. بصوا العجينة طبعا انت ايدك هتنيها هتلزق كده عشان ايدك كانت في العجين من الاول. تمام بس لو غسلتي ايدك ورجعتي هتعجني تاني العجينة مش هتلزق معاكي خالص، يعني انت لو بدأتي تعجني بايدك التانية هتلاقي العجينة ما بتلزقش، بس عشان احنا بنعجن في من اول عجين في ايدينا فهي كانت بتلزق. بصوا اهي العجينة هي تمام. بصوا جربوها كده، بتكوريها كورة كده، تحطي صباعك جواها كده، لو شققت العجينة معاكي يبقى كده مش مظبوطة، لو ما شققتش بس العجينة ما شاء الله عليها. بصوا زبدة ما فيش تشقيق، انا بوريكم ان ما فيش تشقيق ولا اي حاجة. تمام عجينة زي الفل. تمام انا كده خلصت العجن، هبدأ بقى عايزين بالكاكاو، فقلت هجيب طبق صغير اهوت، هاخد منه. ايوه بصوا قسمت حتى ربع حاجه حته بسيطه يعني، وقلت هعملها هي بالكاكاو. تمام فقعدت بقى جبت يعني بصوا حته صغيره خالص، فجبت بقى معلقتين من الكاكاو وهحط عليها، يعني انا كنت جايبه ب5 جنيه كاكاو بالظبط، خدت منه معلقتين واتبقى معلقتين، نعملهم في مره تانية ان شاء الله. بعد بقى اما نعجن العجينة اللي هي بالكاكاو ديت برضو هنجربها، عشان لو بالشقة ولا حاجة نزود حبة زيت او ايه او حبة زيت تمام.
فهنعمل بقى العجينة بتاعة الكاكاو ديت يا جماعة. التشكيل والله اسهل مما تتخيلوا. هنشكل بحاجة والله بصوا ما هتستغربوا منها خالص. تمام، انا كده هبدأ بقى اخد معلقتين من الكاكاو ده اهوت، وبعدين هبدأ الم برضو المكونات ان انا اخفي الكاكاو بس مش هعجن، مش هعجن. تمام. طيب انا خلصت دلوقتي العجينه، المفروض هجرب بقى العجينه. هقول لكم كان بقى ناقصه حبه زيت بسيطه كده قوي، فجيت واخده الكوبايه اللي هي كان مكانها زيت بتاع الاول، ففيها بق صغنون كده، بس يا دوبك نقط، نقط مش اقل ولا مش اكتر ولا اقل، يعني نص معلقه زيت. لو مش كوبايه مش بتفضل فيها من اللي معاكي، نص معلقه زيت من معاكي هتظبط معاكي الايه العجينه. خلصت العجينه هبدا اجربها برضو، اخد واحده كوره كده واجربها، هكورها كده واخططها بايدي كده. لو شققت يبقى عايزه محتاجه زيت تاني، لو ما شققتش يبقى خلاص كده العجينه بتاعتك مظبوطه. تمام. هتبداي بقى تشكلي بقى، تعملي بقى نص الكوره ابيض ونص كاكاو، تعمليها بيضه مره كاكاو مره، ممكن تعملي بسكوت البسكريم ده. هتشوفوا التشكيل دلوقتي في الاخر حاجه كده والله، يعني احلى من البسكوت بتاعه العيد كمان. بصوا نكورها كده ونبدا ايه، نبدأ بقى نضغط عليها من النص كده. لو شققت بصي هي ما شققتش معايا ولا حاجه، العجينه كده مظبوطه 100%. تمام. هنبدأ بقى في التشكيل. اجيب صينيه، عندك ورق زبده بتحطي ورق زبده في العجينه، هتحطي ورق زبده في الصينيه. لو ما عندكيش ورق زبده بتدهني دهنه بسيطه الصينيه، دهنه زيت بسيطه. تمام. بصي بنكورها كده يا دوبك، وبعدين هنحطها في الصينيه. تمام. كوره قد الليمونه الصغيره كده، ما تكبريش لان بيبقى، بعتذر بقى من صوت العربيه ده عشان انا قاعده جنب الشباك، صوت الدوشه دي. تمام. وصوت رحمه كمان معانا. دلوقتي بقى احنا قلنا هنكورها كده قد الليمونه، هنكور كل الكور كده هنكورها بس نسيب مسافه بينها في الصينيه، نسيب مسافه حلوه عشان ايه، احنا حاطين بيكنج بودر، هيبدا ايه يرفعها شويه، يعني هتنفش شويه. تمام. وبعدين لسه هنبططها او هنشكلها، فهتبدا تفرش معانا تاخد مساحه. تمام كده. يبقى انا كده عندي هنكورها. انا ده هعمل الصينيه دي كلها ابيض، وبعد كده هعمل صينيه ابيض ومعها شوكولاته، وبعد كده هعمل صينيه الشوكولاته بقى ايه والبسكريم كده، البسكوت اللي هو البسكريم ده. كده انا خلصت يعني هكور الصينيه كلها تكوير ما فيهوش اي حاجه. بعد كده هتبداي تضغطي عليه بايدك ضغطه بسيطه كده، وبعدين هنشكل بقى. هنشكل بايه؟ هنشكل بغطا ازازه. بس يا رحمه بقى صوتك. هنشكل بغطا الازازه. عندك قطعات شكلي بقطعات، عندك الحاجات بتاعت البسكوت، الكيس الحلواني ممكن تشكلي بيه، عندك مكنه البدفور ممكن تشكلي بيها. تمام. دي كلها حاجات ممكن تشكلي بيها، بس ديت انا قلت للناس اللي ما عندهاش الامكانيات، ان ما عندهاش مكنه بدفور، ما عندهاش الحاجات دي كلها، فانا قلت يبقى سهل التشكيل بالنسبه لهم، وحاجه شكلها حلو ومش ايه يعني، مش بقى تروحي تجيبي، تروحي تجيبي مثلا مكنة بسكوت بالشيء الفلاني، او مكنة دهور، او الطباعة اللي هي ب10 او 15 جنيه. لا، هو بغطا الازازة هنشكلها. بصوا عملت الكمية دي والله طلعت كمية محترمة جدا، طلعت كمية كتيرة وقوي. تمام. هي ما بتاخدش حاجة والله خالص، سواء في عجنها او في التشكيل بتاعها، والله ما بتاخدش وقت خالص، يعني ما خدتش معايا اكتر، اقل من 10 دقايق كمان، يعني ما خدتش معايا. اللي كنت مطوله معاكم بس في الفيديو عشان ايه، عشان اوريكم التفاصيل كلها وماشيه معاكم خطوه خطوه بالراحه، لكن انا لما عملته قبل كده ما خدش معايا 10 دقايق. حتى في الفرن ما بياخدش وقت خالص، على درجه 180 ما بياخدش وقت خالص. اول ما يحمر من تحت كده او يدي لون ذهبي من تحت كده، عايزه تحمريه بقى من على الوش، تولعي الشوايه وتحمريه، حمريه. عايزه تسيبيه ابيض من فوق كده سيبيه، بس هو كده خلاص طالما احمر من تحت بيبقى خلاص استوى، مفيهوش اي كلام. هخلص بقى التشكيل ده واوريكم التشكيله كلها في النهايه. والله كانت سهله جدا، والعيال فرحوا بيه قوي، عيالي فرحوا بيه قوي، بقوا يطلبوا مني كل يوم، كل يوم: يا ماما قومي اعملي لنا البسكوت ال10 دقايق ده، قومي يا ماما اعملي لنا البسكوت ده. بصوا انا قربت ازهق منه يعني.
بس اهم حاجه تخلوا المقاس كله مقاس واحد، عشان يعني مقاس واحد في الصينيه، عشان ما فيش واحده تستوي وواحده لا لسه. تمام، خلوها، حاولوا على قد ما تقدروا خلوها مقاس واحد. تمام. ممكن بقى تستعملي معلقه عشان تاخدي نفس المقاس، ميزان لو عندك ميزان. بصوا انا شكلت ديت اهيت، بصوا نص كرة ابيض ونص كرة شوكولاته، وفي شوكولاته خالص وفي ابيض خالص. هنا بقى انا محمد اهو بيعمل لي بسكوت البسكريم، قلت له قطع حاجه صغيره كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، كميه جميله قوي. كوبايتين وربع من الدقيق، عملت كميه جميله قوي يا دوبك والله. بصوا انا لو قلت لكم ان ما تبقاش منها بسكوت على اخر السهره مش هتصدقوا والله. بسم الله ما شاء الله، الصينيه اللي قدامكم دي اتنسفت من حلاوه البسكوت وطعمته والله العظيم. بصوا حاجه كده مقرمشه وهشه والله العظيم. بصوا اول ما تحطيها بقى في البق كده بتدوب معاكي في البق خالص. بسم الله ما شاء الله. ولو وصلت لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديده. السلام عليكم.